السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير يا رب. اليوم تغطيتنا للكيا تيلورايد 2024 فئة الميد النص فل. نبدأ بواجهة السيارة الأنوار LED العالي والواطي وإشارات الانعطاف وكشافات الضباب LED. وهذا تصميم السيارة الجانبي. الجنوط كروم مكحلة مقاس 20، ومقاس الإطارات 245 على 50، ونوع الإطارات بيرلي. المراية الجانبية في الباب تعطي هدوء وانسيابية أفضل. إشارات الانعطاف طبعا LED، وعندنا تنبيه النقاط العمياء. وهذه نظرة على خلفية التيلورايد 2024. الأنوار LED وإشارات الانعطاف LED وأربع حساسات خلفية. وعندنا طبعا كاميرا خلفية وفتح الشنطة كهرباء. السيارة 3 صفوف 7 ركاب، وهذه مساحة التخزين إذا فتحنا الصف الثالث. مخرج 12 فولت 180 واط، وطي الصف الثاني عن طريق هذا المفتاح. بالنسبة للركاب في الصف الثالث منفذ USB-C للشحن، حوامل أكواب، وفتحتين تكييف خلفية. وهذه نظرة على السيارة من الداخل. نبدأ بالصف الثاني. من الحاجات الجميلة في السيارة وجود الستائر الخلفية، تعطي خصوصية طبعا وتخفف عنك أشعة الشمس. ايزوفيكس تثبيت مقاعد الأطفال، تكاية وسطية مع حوامل أكواب. وإذا احتجت مساحة أكبر يعني لشخص ثالث وقفلت التكاية الوسطية، عندك حوامل أكواب بديلة. وهذه مساحة الجلوس في الصف الثاني، ما شاء الله تبارك الله ممتازة. أنا مرجع الكرسي وقت كنت أصور السيارة من الأمام، فهذه المسافة اللي بيني وبين المقعد الأمامي. بالنسبة لمنافذ الشحن في الصف الثاني، مخرج 12 فولت 180 واط، ومنفذين USB-C للشحن السريع في المقاعد الأمامية. التحكم في التكييف في الصف الثاني مستقل عن المكيف الأمامي، فتحتين تكييف للصف الثاني، فتحتين تكييف للصف الثالث. طبعا هذا المفتاح يميل المقعد بحيث أنه يكون في راحة أكبر للشخص اللي يمسك عليها خطوط، فيكون في راحة أكبر في الجلوس في الصف الثاني. وهذه نظرة على السيارة من جهة السائق. القزاز كهرباء أوتو، طلوع ونزول بالكامل. عندنا تأمين الأبواب والقزاز الخلفي، حماية للأطفال، تحكم في المرايات الجانبية وصفط المرايات، وسنتر لوك. وبرضو سنتر لوك في باب الراكب. وفي اليسار طبعا التحكم في الإضاءة الداخلية، مساعد النزول من المنحدرات، فتح الشنطة كهرباء، ومانع الانزلاق. بالنسبة للتحكم في الدركسون يدوي، طلوع ونزول، وتلسكوبي. الشاشة 12.3 تدعم الملاحة وتدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. المكيف مستقل السائق عن الراكب عن الركاب في الخلف. تهوية وتسخين للمقاعد الأمامية. مساحة تخزين تتقفل. شاحن لاسلكي USB لتوصيل وتفعيل الجوال، USB-C للشحن السريع، ومنفذ 12 فولت ولاعة. مقبض الجير طبعا اللي جاي ملبس جلد، والسيارة طبعا جاي اوتوماتيك 8 سرعات. مساحة تخزين وحوامل أكواب. وهذه أوضاع القيادة. طبعا عندنا السمارت، الذكي، الرياضي، الإيكو الاقتصادي، والمريح. وثلاثة أوضاع للتضاريس، عندنا الرمال والطين والثلوج. وهذا مفتاح تقفيل الحساسات الخلفية والبريك الإلكتروني والأوتو هولد. التكاية الوسطية ملبسة جلد، مساحتها ممتازة. عندنا درج طبعا، ومنفذ USB-C للشحن. الدركسون ملبس جلد. عندنا مفتاح الأوامر الصوتية والمود والتفضيل والرد على المكالمات والتحكم في الصوت، طلوع ونزول. وفي اليمين طبعا الرادار ومثبت السرعة الذكي والمحافظة على المسار. الإنارة الداخلية LED، وعندنا بيت النظارة وفتحة سقف عادية. وهذا الريموت فتح وإغلاق السيارة، فتح الشنطة، وتشغيل عن بعد. بالنسبة للسعر طبعا هذه التيلورايد 2024 فئة الميد 181,500 شامل الضريبة واللوحات والنقل.